الكهرباء اللي رايح واللي جاي بيلعب فيه. عرفت ليه الدمعه فرت من هنا؟ عارف الدمعه؟ انا عندي مؤسسه خيريه في اسكندريه، وفاء عامر عندها ناس قد كده في رقبتها، فاتحه كام بيت، الفنانه ايمان الطوخي اطلعوا شوفوا قالت ايه. قالت انا كنت بضحك، مين دي؟ يعني الاب ممكن ينكر النسب، زي ما بتقول ابوها نكر نسبها. طب الام بقى اللي نزلتها من بطنها نكرت نسبها ليه؟ اللي مخطط خراب البلد، عشان تفضل تخبط في ده وفي ده وفي ده وفي ده، وفي الاخر تكتب بالرئيس، فيقول لك بص عشان ده بسبب الرئيس فالناس تتقلب عليه. اللي يثبت انها غلط انه طلعت اللي بتقول عليها امها قالت ما اعرفهاش وبضحك على كلامها، ايمان الطوخي. اللي يثبت كلامها ان ما فيش حاجه تتكلمي عن البلد. طيب انا هسيب امك هي اللي تتكلم عن البلد. يعني مش طبيعي ان امك تتكلم عن البلد اللي انت قلت لي كده، لان هي لو ست محترمه كانت ربتك، كانت قالت لك ما تقلش ادبك على اللي اكبر منك. وبعدين انا مش شخصيتيه، انا شخصيه عامه، عمر على عمرك عشان توصل للي انا وصلت له، ده بعد تعب وكفاح. انت عمرك ما تعرف توصل. المشخصاتية دي اشكالك بيوقفوها في الشارع يقولوا نتصور معاك يا فنانة. المشخصاتية دي بتشرف بلدها في اي دولة تروحها. هي بس مسألة غيرة وحقد وغل وحسد من الفنانين عشان هم أسيادك. واحدة مجنونة طلعت تتكلم صدقتوني يبقى انتوا شبابها. انا ما حدش يقدر يجي جنبي عشان انا بنت الرئيس وعيال الرئيس اللي اتقبض عليهم واتحكموا اثناء الثورة. ما كانوش ولاد الرئيس اللي مش مشكوك في امرهم اتقبض عليهم واتحبسوا، اللي مشكوك في امرهم اللي قالت عليها امها اطلعي يا امي اطلعي في بيتي، الست طلعت قالت انا بضحك على الروايه كلها. ايمان الطوخي. وبعدين يا حبيبي ويا حبيبتي عايزين تصدقوها ما حدش يقول ما تصدقوهاش. هو احنا قلنا لكم ما تصدقوهاش؟ احنا ما بنخش صفحاتكم ولا انتوا اللي بتخشوا عندنا؟ انتوا عاملين زي الحرامي اللي بيخش يسرق فيطلع صاحب الشقه يضربه بالنار. الله ما انت اللي داخلي، انت اللي جوه بيتي، انت اللي رجلك لمست عتبة بيتي، انت اللي جاي لي. انا اعرفك منين يا حبيبي؟ انا ما اعرفكش، وشرف لي اني ما اعرفش الاشكال الوسخه، الاشكال الزباله، الاشكال اللي هي جاهزه عشان تصدق اي حاجه على اي حد في اي وقت لمجرد ان الغل يطلع. الصرم. فلو في مشخصات يبقى ابوك، لو في مشخصاتيه تبقى امك اللي ما عرفتش تربيك وتعلمك الادب. اوعوا تفكروا انتوا بتخشوا عندنا كده يعني، لا، في بلوك على رأي رضوى الشربيني، بلوك. انت داخلي بتقل ادبك بلوك. امتى بلوك؟ امتى شبشب فيه بيبي؟ وبعدين انا اعرف اللي عايز يغلط في حد يبقى موجود هنا، ما يبقاش بره مصر ويتكلم. اللي عايز يغلط في مصر يخش مصر ويتكلم. بنت الرئيس محدش يقدر يجي جنبي. بنت الرئيس اتاخدت بنت الرئيس وامها طلعت قالت ولا اعرفها. الفنانه الجميله ايمان الطوخي اللي كلنا بنحبها.
لا ما هي قبل بقى ما ياخدوها قالوا يخلوها تعيش شويه تتكلم عن الرئيس. البواب يسلمها ويسلم ابوها. المره اللي هي فين خطب الاسم تاني. احسن يلا. عايزانا الصبح كنت صحيح. مروه صح. خليك بقى مع مروه. داخلي ليه؟ داخلي ليه بتاع مروه؟ بصي اعملي كده تشربي. انا عايزه بس بسكوتيه وبعد كده اشرب لها. ماشي. مروه صح. ما هي دماغ واحده. مروه صح. مروه صح. عشان الدماغ واحده. الغل والصرم من الفن والفنانين واحده. فكني منهم طبعا. انا مش ناقصه. انا عايزه العب جولات واديني هدايا وبفلوس الهدايا اشوف الغلابه اللي في رقبتي. اشوف الغلابه اللي في رقبتي. انا واحده عندي مؤسسه خيريه بجهز عرايس وبعالج زي وفاء عامر. كلنا مع بعض بنتاجر في الخير. انا ووفاء عامر بنتاجر في الخير. اعملي كده تشربي. يا ما تعرفوش الخير. القهوه بتاعتي. عرفتوا احنا بنتاجر في ايه؟ في الخير. احنا بنتاجر مع ربنا. بنعالج وبنعمل عمليات وبنجهز عرايس ومرتبات شهريه. وعندنا اعضاء كتير في الجروب. اعضاء غلابه كتير في الجروب. بنعالجهم. مروه صح. اتخذت. احنا اسياد البلد. اتخذت. الرئيس خط احمر. اتخذت. احنا السفرة بره. احنا اللي بنمثل بلدنا مش اشكالكم. انتوا هتفضلوا تحت عشان انتوا مرضى نفسيين. عشان انتوا متوجهين. انتوا تشمتوا. وبعدين انتوا اخدتوا. احنا عارفينهم. جاز وضبط الكتروني. خرفان. 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 اقول لكم وفاء عامر بتتاجر في ايه؟ وفاء عامر فاتحه بيوت ناس. وفاء عامر بتعمل عمليات وبتجيب علاجات وبتدي مرتبات شهريه وبتكسي الغلابه وبتاكل الغلابه في العالم. ما هي حق الجامعه تفر من ورا. عشان ورا ده خرابه. اللي رايح واللي جاي بيلعب فيه. عرفت ليه الجامعه فرت من هنا؟ انت كتبتها بس انا ما اقدرش اقولها. الشخصية ما تقدرش تقول اللفظ اللي انت قلته. الجامعه بتنزل منين؟ عارف الجامعه بتنزل من عندك. ليه من هنا؟ عشان المكان ده بيطلع فيه كتير.